أهلا بيكم في قناة فهمناكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أهلا بيكم في المحاضرة السادسة في الرياضة. النهاردة هنبني مع بعض صندوق أدوات رياضي جديد خالص. هنتكلم عن عالم التكامل غير المحدد. يلا بينا. طيب، خلينا نبدأ رحلتنا بسؤال بسيط جدا. سؤال هيربطنا بمفهوم ممكن نكون عارفينه أصلا. يعني إحنا كلنا شاطرين وعارفين إزاي نجيب المشتقة، صح؟ بس التحدي بقى أو اللغز هو إزاي نرجع بالعكس، إزاي من المشتقة نرجع للدالة الأصلية. هي دي بقى فكرة التكامل، وده هو جوهر موضوعنا النهاردة. بس خدوا بالكم، في تفصيلة صغيرة كده أو ممكن نقول مكون سري في العملية العكسية دي. لازم نركز معاها قوي عشان نفهم صح. طيب، بصوا معايا على المثال البسيط ده عشان نفهم الفكرة. لو عندنا دالة زي f of x بتساوي x cubed plus 5، لو جينا نطبق قواعد التفاضل اللي كلنا عارفينها هنلاقي إن مشتقتها هتبقى f-x equals 3x squared. ليه؟ لأن مشتقة x cubed هي 3x squared، ومشتقة أي رقم ثابت زي الخمسة دي بتبقى صفر. لحد هنا الكلام سهل ومباشر. وهنا بقى النقطة اللي بتخلي الموضوع شيق قوي. تخيلوا إن دالة تانية خالص ممكن يبقى ليها نفس المشتقة بالظبط. يعني لو الدالة كانت f of x equals x cubed plus 50، مشتقتها برضه هتبقى 3x squared. السبب بسيط جدا، وهو إن مشتقة أي ثابت بصفر، مش فارق بقى كان 5 ولا 50 ولا حتى مليون. وهنا بقى تظهر المشكلة. لو احنا معانا المشتقة بس اللي هي 3x squared، هنعرف منين الدالة الأصلية كانت ايه؟ يعني الثابت اللي كان معاها ده كان 5 ولا 50 ولا يمكن كان رقم تاني خالص. احنا كده فقدنا المعلومة دي. الحل بقى بسيط وذكي جدا. بنضيف ثابت عام وبنسميه C. السي ده بيمثل كل الاحتمالات الممكنة للثابت الأصلي اللي ضاع مننا وإحنا بنعمل الاشتقاق. وده بقى اللي بيوصلنا للتعريف الرسمي للتكامل غير المحدد. التكامل ده مش مجرد دالة واحدة، لا، هو عبارة عن عيلة كاملة من الدوال. كل الدوال دي بتشترك في إن ليهم نفس المشتقة بالظبط. تمام. دلوقتي يلا بينا نبدأ نضيف الأدوات الأساسية في صندوق أدوات التكامل بتاعنا، أداة وراء أداة. أول أداة معانا هي أسهل واحدة فيهم خالص، قاعدة تكامل الأرقام الثابتة. يعني زي ما شايفين كده الموضوع بسيط جدا. تكامل الرقم 5 مثلا هو ببساطة 5x زائد c. ما ننساش السي طبعا. نخش على الأداة التانية، ودي بقى من أهم وأكتر الأدوات اللي هنستخدمها، وهي قاعدة القوة أو الباور رول. وهنا بنشوف القاعدة دي بتشتغل إزاي بالظبط. الموضوع كله إننا بنزود على الأس واحد وبعدين نقسم على الأس الجديد ده. سهلة خالص. الأداة اللي جاية دي بقى بتساعدنا نبسط المسائل أكتر، بتخلينا نقدر نطلع أي رقم ثابت مضروب في الدالة بره علامة التكامل خالص عشان نركز على الحاجات المهمة. كده احنا غطينا الأساسيات. يلا بينا نضيف أداة جديدة هتخلينا نعرف نتعامل مع مسائل شكلها معقد أكتر. القاعدة دي بقى مفيدة بشكل لا يصدق. ليه؟ لأنها بتسمح لنا نقسم أي مسألة كبيرة ومعقدة لحتت صغيرة وسهلة، وكل حتة منهم نحلها لوحدها بالأدوات اللي خلاص اتعلمناها. زي ما واضح قدامنا كده، كل اللي بنعمله إننا بنطبق القواعد بتاعتنا زي قاعدة القوة والثابت على كل جزء في المسألة لوحده، وبعدين نجمع النتائج في الآخر. بنكسر المسألة الكبيرة لمسائل صغيرة. ودلوقتي جه وقت نكشف عن أداة مميزة جدا ومتقدمة شوية في صندوق الأدوات بتاعنا. أداة متصممة مخصوص للمسائل الصعبة واللي فيها لفة شوية: التكامل بالتعويض. الطريقة دي ممكن شكلها يخض في الأول، بس في الحقيقة هي مجرد خطوات واضحة ومنطقية. كل الفكرة إننا بنستخدم خدعة ذكية عشان نحول التكامل من شكل صعب لشكل أبسط إحنا عارفينه، زي قاعدة القوة مثلا، عن طريق إننا بنغير المتغيرات بشكل مؤقت. المثال ده بيورينا قد إيه طريقة التعويض دي قوية. لما بنختار يو عشان تمثل الجزء المعقد اللي جوه القوس، بنكتشف إن مشتقتها موجودة بره. التحويلة دي حرفياً بتحول مسألة كانت تبان صعبة جدا لمسألة تانية بتتحل بقاعدة القوة في خطوة واحدة. طيب يلا نشوف ازاي صندوق الأدوات بتاعنا ده بقواعده الأساسية والمتقدمة هيقدر يحل مسائل أصعب شوية. ركزوا معايا هنا إزاي المسائل دي بتحتاج نختار مجموعة الأدوات الصح من الصندوق بتاعنا. مش كل المسائل زي بعض. مرة محتاج قاعدة القوة مع الجمع، ومرة تانية نحتاج التعويض، وساعات بنحتاج ندمج أكتر من قاعدة مع بعض عشان نوصل للحل. طيب، عشان نلخص كل اللي قلناه، أهم حاجة نعرفها إن التكامل هو عكس التفاضل، ولازم دايما نفتكر نحط زائد سي اللي هو ثابت التكامل. القواعد الأساسية زي الثابت والقوة والجمع دي هي الأساس بتاعنا، والتعويض ده أداة قوية جدا للدوال المعقدة. والسر دايما هو إننا نقسم المشكلة الكبيرة لأجزاء صغيرة وبسيطة. ودلوقتي جه دوركم. الفهم الحقيقي بيجي بالممارسة.
إيه رأيكم تجربوا تطبقوا كل الأدوات دي على مسألة جديدة؟ شوفوا هتعرفوا تحلوها ولا لأ.